الناس تعاين للصورتين اللي قدامكم ده اللي بيجسد بما حصل في محور الصحراء وبما حصل داخل التشاد. العربات السليمة دي اللي دخلت التشاد واللي قمرقوا منها أصبحوا كده. ده الحقيقة وده الواقع. وحكومة التشادية سميته قال إنه القوات المسلحة السودانية استخدم طيرانها داخل أراضي التشادية. طبعا ما في أي تاريخ من جانب الحكومة السودانية. قبل ما نخوض لك في التفاصيل كيف العربات دي دخلوا التشاد وكيف القوات المسلحة السودانية جخم العربات دي والحصل شنو، أول الصفحة دي والله محظور من اكسبلور. شغل الاكسبلور شيرك ولايكك، ما تنسى المطابة الاكسبلور بعد صلاتك على النبي، وخلونا نبدأ. في ظل الشهور الماضية الاستخبارات العسكرية متابعة كل تحركات الدعم العسكري لميليشيات الدعم السري، وقدر إنه يحيد اتجاه ليبيا سودان مباشرة وعيدا مثلث. فميليشيات الدعم السري اضطروا انه يقسموا عرباتهم ل 360 من ليبيا دخلوا التشاد و400 من كامرون دخلوهم اتجاه التشاد. والقوات المسلحة السودانية زالت يطابق، والجيش التشادي ما يتحرك نحو انه يدخل 800 عربية مرة واحدة داخل التشاد، والجيش التشادي ساكت. فيبقى اذا هو راضي انه بلده يكون معبر للدعم بتاعت ميليشيات الدعم السري. القوات المسلحة السودانية تحرك لما القوات دي والعربات دي تقربت من الحدود، وقام ضرب جزء كبير منها داخل الحدود التشادية وخارج الحدود التشادية داخل الأراضي السودانية. وتشتتوا العربات دي في صحراء بتاع التشاد وفي صحراء بتاع السودان. فأكثر من 200 عربية من العربات دي أيوة نهبوها القراصنة التشاديين والقائمين على حدود السودانية، وده الحقيقة. وكل الناس اللي قاعدين في أمجمينة وفي أبشة لقيتوا في عربات جديدة بيضة داخل بها شبابكم وبيحتفلوا بها. اتنين الباقي وقعوا في كمان بتاعت مشتركة وجخموهم هي واستلموهم. ده كل ما الحاصل في الحدود التشادية. وما تفتكروا إنه أن هنا ما عارفين كل تحركاتكم، والله عارفينها خطوة خطوة وهنجخمكم زي ده. وبالنسبة للحكومة التشادية والله يا أستاذ الجخم في داخل أراضيك ما قطع، لكن كونك انك تغلي العربات يدخلوا من دولتين ولحد ما يجي يمرقوا، لا 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 ما بنغلي. انه انا لو خليت العربات يدخلوا داخل اراضي السودانيه عشان نجخمهم ما بجخم منهم ولا 50 عربيه لحد ما يتفروا داخل السودان، وده هيضرني انا. افهم القصد. انت عاكل قروش خليهم يمروا واحنا نجخمهم من داخل اراضي التجديد لحد اراضي السودانيه ما بيجيك حاجه. الكاهن برهان يتم شغل في اهل دقل كلهم ويصادر كل اموالهم، اغارات، الاراضي، مركبات، أسهم، السندات والنقود والمعادن وشركات أعمال التعدين. برهان يصادر أموال وممتلكات علي دقله كلها بمرسوم دستوري. صلاتك على النبي وشيرك ولايكك. الفيديو دي لازم تشير، لازم تحرقهم، لأنه أموالهم شتن صادروهم ونتم بهم شغل. أولا مرسوم دستوري من قائد العام للقوات المسلحة السودانية رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان بمصادرة ممتلكات أسرة هيميتي. القائمة المصادرات تشمل الأغارات والأراضي، مركبات، أسهم، سندات، القروش، المعادن، شركات وأعمال التعدين. نطاق المصادرة يمتد إلى ممتلكات مسجلة بأسماء زوجات هيميتي وأبناء وبنات وأخواته وأخوانه وزويهم وكل من معهم. ومرسوم رقم 6 لسنة 2026 يشمل عدد من الناس المزوجين معهم وأعمامهم وأبناء أمومتهم وأخوالهم وأبناء آبائهم. ما نخلي حاجة فوقهم وحياة الله تسجل على ده قولوا ده سفينة ما نخلي لك. انت اخذ والله شديد كمان لا علي دقل والله اخذ زول. القوى السياسية كتموها في برهان وقالوا ما جايين نهائي لا حوار سوداني ولا كلام فارغ. ود الفجر انت بتقول شنو ناس القحطي ايوه قالوا ما دارين حوار سوداني مع برهان والله بقيادة حمدوك هم شو قعدوا في وين انتوا عارفين ايه اسيوبيا هذا السودان الاول. واتفقوا هناك مع كل قواتهم السياسية وقالوا لا هنا ما جايين يا برهان. وخالد السلك طلع علينا قال والله هنا ما دارين مناسب، والله العظيم أن إحنا دارين نوقف الحرب. يا أخي أنت يا كلب إمارات، ده كلام إمارات لكن ما كلامك أنت. والله العظيم لو أدوخ خفير داخل السودان دايره. اتنين طبعا الإمارات ماسك للناس ده زلة كبيرة جدا. الفيديوهات اللي في الشاليهات والفيديوهات اللي في أيوة في الفنادق الخمسة نجوم والبنات الأيوة الروسيات واللبنانيات أيوة من الحاجات اللي بنات الليالي ماسكين لكم حاجات تقيلة يا حمدوك. وهو لما الإمارات يقول لكم لا ما هتقدر انتوا والله عايزين تجوا السودان الليلة قبل بكرة، لكن ما كشحتوا العشاء
هم الناس دل خوفوكم انه لو مشيت السودان حنكشفوا عشاء بتاعكم. والله يلا والله حددوكم قالوا لكم لو واحد فيكم راجل نزل السودان ايوه بلقى قفشوا برا. طوالي قلت والله ما دارين مناصب انتوا اولاد الذين جنكم كيكه.